واش المغرب غادي يولي فعلا قوة صناعية عسكرية في إفريقيا؟ واش سال وقت الاستيراد وبدا وقت التصنيع المحلي للمسيرات المتطورة؟ الجواب هو نعم، والخبر رسمي وموثق. شركة بايكار التركية الرائدة عالميا دخلت المغرب بشكل قانوني، وأسست فرع ديالها في العاصمة الرباط تحت اسم أطلس ديفنس، وهذا الشيء تنشر في الجريدة الرسمية. المشروع ماشي غير للصيانة، بل هو مصنع متكامل في منطقة بن سليمان، والهدف منه تصميم وتطوير وتصنيع طائرات بدون طيار بحال تي بي جوج الشهيرة وأكينجي الثقيلة. هذه الخطوة كتعني استقلال استراتيجي وتكنولوجيا مغربية بأيادي كفاءات وطنية. المرحلة دابا انتقلت من الورق للواقع. في فبراير 2026 الشركة بدأت فعليا في طلب عروض شغل لتوظيف مهندسين وتقنيين وطياري اختبار مغاربة. حنا قدام مشروع ضخم غادي يحول المنطقة لقطب تكنولوجي دفاعي بامتياز. هذا التحول كيأكد طموح المملكة باش تولي منصة للتصدير نحو القارة الإفريقية. في نظركم واش هذه الخطوة غادي تغير موازين القوى في المنطقة؟ خليونا الآراء ديالكم في التعليقات، والشكر موصول لكم دائما على التفاعل الإيجابي والدعم ديالكم المستمر لنا.